كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا ما ينفعش رمضان من غير الكنافة، والنهاردة معنا كنافة بالقشطة. هنعملها مع بعض ان شاء الله، مش هتاخد 10 دقايق وهتطلع معانا نتيجتها زي ما انتم شايفين كده، كأنها جاية جاهزة من بره. تابعوا معايا الفيديو عشان نشوف عملناها ازاي، ويلا نسمي بالله ونبدأ. اول حاجة ببتدي بيها هي الشربات بتاع الكنافة، وهبتدي بيها الاول لان انا لازم اعمله واسيبه يبرد على جنب عقبال ما اخلص الكنافة بتاعتي. ومكونات الشربات بتاعي 3 كوبايات سكر وكوبايتين ميه ومعلقتين عسل جلوكوز. واول ما تغلي كده انزل عليها بعصره نص ليمونه واسيبها تكمل غليان من 7 ل 10 دقايق بالظبط. ده كده قوام العسل بتاعنا بعد ما برد، مش اتقل من كده ولا اخف من كده. تمام. طبعا بتسيبه يبرد خالص ونبدا نستخدمه مع الكنافه بتاعتنا. احنا هنشتغل بنص كيلو كنافه، بكون مجمدها في الفريزر عشان تبقى سهله عليا في التقطيع، وهي متجمده كده بتبقى سهله في التقطيع زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام كده اهو، تبقى بالشكل ده كده. هنركنها بقى على جنب شويه عقبال ما تبقى في درجه حراره الغرفه عشان نبدا ننزل عليها بالسمنه بتاعتنا، عشان طبعا السمنه هتبقى سايحه لو نزلت عليها وهي مجمده كده هتمسك فيها. هنسيبها بس 10 دقايق كده تبقى بدرجه حراره الغرفه ونكمل فيها شغل مع بعض. كده خلاص الكنافه بتاعتي اهي بقت بدرجه حراره الغرفه. بعمل ايه بقى؟ هنزل عليها بمعلقتين سكر بودره واقلبها كلها مع بعضها كده. تمام كده. اخر حاجه معايا بقى بنزل على الكنافه بتاعتي بكوبايه الا ربع سمنه وتكون برضو في درجه حراره الغرفه، وابدا بعد كده بقى اقلب الكنافه بتاعتي مع السمنه واخليها ايه تتجانس فيها كويس قوي. وطبعا مش هينفع بالمعلقه، لازم بايدينا. هنشتغل فيها ازاي بقى كده؟ ونفركها كده بالطريقه دي كده. انا عايز كل الكنافه تبقى ايه متغلفه بالسمنه بتاعتي. تمام لحد ما توصل للمرحله دي كده. نبدا بقى نحطها في الصينيه بتاعتنا. بجيب صينيه مقاس 30 وادهنها سمنه زي ما انتم شايفين كده، وانزل فيها بتلتين الكنافه بتاعتي كده. واخلي الكنافه بتاعتي تبقى ايه عاليه من الاطراف كده بالطريقه دي كده. تمام. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اي صينيه عندنا مثلا مقاس 28 ولا حاجه او اصغر من الصينيه اللي احنا ماسكينها دي، ونكبس بيها الكنافه. انا عايز اكبسها كبسه حلوه كده بالطريقه دي كده. تمام. نركنها بقى على جنب قبل ما نجهز الحشوه بتاعتها اللي هنحشيها بيها. دلوقتي نبدا بقى نجهز الكريمه بتاعتنا او القشطه. هنستخدم 3 كوبايات لبن او حليب، وانزل عليهم ب3 معالق كريم شانتيه كبار، ونقلب كله مع بعضه. وانزل عليهم بنص كوبايه لبن عليها 4 معالق نشا. هنزود برضو معلقتين قشطه كبار عشان تخلي الطعم يبقى اغنى، واقلب كله مع بعضه. وطبعا مش هنحط سكر عشان احنا هنكتفي بالسكر اللي هنحطه في العسل بتاع الكنافه. تمام. افضل اقلب فيها كده لحد ما قوامها يتماسك زي ما احنا شايفين كده. انزل عليها بقى برشه فانيليا. قوامها بقى عامل ازاي؟ تتقل بس حاجه بسيطه عن كده ونطفي النار عليها وننزل بيها وهي لسه سايله كده على الكنافه بتاعتي بقى بالطريقه دي كده. انا عايزها سايله ما اسيبهاش لما تجمد، بحيث ان هي ايه اعرف افردها في الحشوه بتاعتي. تمام. افردها كده لحد الحواف بتاعتي واسيبها بقى في مكان بارد نص ساعه ولا حاجه لحد ما ايه الكريمه بتاعتي دي تجمد خالص. كده خلاص بردت معانا اهي. هعمل ايه بقى؟ هاجي اجيب بقيه الكنافه بتاعتي واغطي الوش بالراحه كده. ابدا من الاطراف كده اهو كده، المهم نغطي الايه نغطي القشطه بتاعتنا كلها. ابدا بقى اسوي الايه، مش هضغط عليها جامد، انا بس هضغط على الاطراف كده بحيث ان هي تبقى ايه مقفوله كويس عشان الكريمه ما تخرجش منها. ونسوي برضو هنا كده اهو ضغطه خفيفه كده بس نسوي الوش كده. تمام اهي الوش بتاعها اتغطى تمام. ناخدها بقى على الفرن، والفرن بتاعنا هنكون مسخنينه قبلها مثلا ب10 دقايق على درجه حراره 200. نحط الكنافه بتاعتنا على الرف اللي تحت خالص عشان تتحمر وتستوي بسرعه. تمام. اول ما يبدا الاطراف بتاعتها من هنا تتحمر كده نولع عليها الشوايه، الوش بتاعها يحمر، ونشوفها مع بعض ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن عشان نسقيها بالعسل بتاعها. كده خرجت معايا من الفرن بالشكل ده. نجيب بقى صينيه اكبر من اللي احنا عملناها دي
حاجه زي دي كده مثلا، ونحطها عليها كده عشان نقلب بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. دلوقتي بقى وهي سخنه كده ننزل عليها بالسيرب بتاعنا. ننزل بقى بالسيرب بتاعنا بارد على الكنافه وهي سخنه. من علامات نجاحها ان هي تشرب السيرب اول ما ينزل عليها زي ما احنا شايفين كده. بس كده هنسيبها تبرد شويه ونقطعها ونقدمها معاكم. يلا جربوها، ولو عجبتكم الطريقه مستني رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير عشان كل الناس تستفيد. ويلا كل سنه وانتم طيبين.